ايه اللي بيحصل في السودان؟ السودان لغايه 2019 كان بيحكمها عمر البشير، وفي فتره حكمه كانت علاقته بالجيش السوداني مش احسن حاجه، وكان خايف منهم، فقرر انه يشكل مجموعه مسلحه او مجموعه مجرمه او بلطجيه مش عارف، عشان يدافعوا عنه لو الجيش عمل اي حاجه. وتقدر تقول كده شرسهم زي الكلاب، لدرجه انهم بقوا عصابه موجوده في السودان، اداهم سلاح وعتاد لدرجه انهم بقوا عاملين زي سلطه تانية موجوده جوه البلد، وعلشان بس يحموه بقوا عاملين زي الوحوش البشريه. بعد 30 سنه من حكم عمر البشير للسودان سقط نظامه في 2019 بعد ما ساب وراه سلطه قذره وحشيه مجرمه، وهي قوات الدعم السريع. والمفروض ان لو في اي رئيس سقط في اي دوله الجيش هو اللي بيمسك الحكم بعد الرئيس ده لغايه ما بيتم انتخاب رئيس جديد. قوات الدعم السريع بقى ما عجبهاش الموضوع ده، وقالت يا احنا يا الجيش في الحكم. طب مين انتوا عشان تحكموا الدوله مع الجيش؟ بصفتكم ايه يعني هتعملوا كده؟ والله هو كده، ان كان عاجبكم بلطجه. وما كانش قدام الجيش السوداني غير انه يتحالف مع قوات الدعم السريع، ومسكوا البلد هما الاثنين لغايه 2023، الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ولكن طبعا التحالف ده ما استمرش كتير، وهما الاثنين قلبوا على بعض، وتحول الصراع بينهم لمجازر، واللي راح ضحيه في النص طبعا هو الشعب السوداني. انت متخيل انهم بيحتلوا بلدهم؟ الجيش السوداني عايز يسيطر على اكبر مساحه ممكنه من السودان عشان يحكمها، وكذلك الامر قوات الدعم السريع بتعمل نفس الموضوع عشان يفرضوا سيطرتهم على البلد وهم اللي يحكموها. وعشان يوصلوا لهدفهم بقى كانوا بيتفننوا في تعذيب الناس في السودان، عملوا ابشع الجرائم في الشعب السوداني. طب اللي كانوا بيعملوا كده في اخواتنا في غزه دول يهود، انما اللي بيعملوا كده في السودان دول مسلمين. طبعا الاسلام بريء منهم ومن عمايلهم، ولكن بيعملوا كده في اخواتهم المسلمين. من حوالي سنه ونص كده قوات الدعم السريع دي ربنا يحرقهم حصروا مدينه الفاشر في السودان، واللي عدد سكانها اكتر من 1,000,000 بني ادم. حصروهم ومنعوا دخول اي اكل او شرب ليهم، ما كانش فيه اي امدادات ولا ادويه ولا اي حاجه داخله لهم، حرفيا كده ما خلوش ليهم اي وسيله تواصل، لدرجه انهم بيبادوا دلوقتي وانت ما تعرفش عنهم حاجه. حتى انهم منعوا اي منظمه انسانيه انها تدخل لهم اكل. من شده الجوع الناس كانت بتاكل ورق الشجر وعلف الحيوانات، لدرجه ان علف الحيوانات ذات نفسه خلص، ولو مسكوا اي حد بيدخل لهم اكل بيصفوه على طول، اكل مش سلاح او مخدرات. وفي فتره الحصار دي اللي هي بدات من سنه ونص كانوا بيصفوا فيهم دايما وكانوا بيقتلوهم. ما كفهمش الوحشيه دي، لا، قرروا من يومين بقى ان هيدخلوا المدينه من جوه ويصفوا البشر اللي فيها. قال يعني اللي كان قبل كده ده كان تسخين، بيصفوهم بابشع واقذر طرق انت ممكن تتخيلها، اغتصاب النساء وتعذيب الاطفال وحملات تصفيه جماعيه. عقلك مش هيستوعب اللي بيحصل في بشر زينا. في الوقت اللي انت بتتفرج فيه على الفيديو ده في شخص سوداني بيموت، سواء بقى من الجوع او بيصفوه او بيموتوه نفسيا عن طريق انهم يغتصبوا مراته او امه او اخته قدام عينيه. الناس في مدينه الفاشر بتتقتل بابشع الطرق. اتكلم عنهم وكون انت الاعلام البديل ليهم، عشان في الوقت الحالي بيتم ابادتهم من غير اي ذنب عملوه. ادعوا لهم ان ربنا يعديهم من اللي هم فيه ده على خير. سلام.